راح نبدأ من نهاية الحدث لأن هناك أقوى المفاجآت. أول وأقوى تأكيد رسمي عودة رحلة كريتوس بعالم جود أوف وور. اي العودة رسمية، لكن المشروع ما زال تحت التطوير. والأجمل، هذا مو مجرد تحسين بسيط، احنا نحكي عن ريميك كامل، إعادة بناء من الصفر. يعني قصة معاد صياغتها، جرافيكس جديد، وأسلوب لعب ممكن يكون مختلف بالكامل. فصراحة إذا اشتغلوا عليها صح، ممكن نشوف أفضل نسخة من رحلة كريتوس على الإطلاق. طور الليجند في شبح يوتاي. بعد ما خلصت القصة، هذا الطور التعاوني راح يقدم أطوار جديدة وإضافات قوية. متوقع أنه تتوفر يوم 10/3 القادم من سنة 2026. وبداية الحدث، العرض كان حلو على الجزء الثاني من لعبة كينا، وهذا الجزء راح يكون بعنوان سكارس أوف كوسومورا، مناطق أفضل، قتال أفضل. وأكدوا أن التعاون واستوديوهات بلاي ستيشن راح يكون التجربة أفضل من الجزء الأول، وراح تكون حصرية للبلاي 5 والبي سي. جزء جديد قادم من سايلنت هيل، السلسلة المرعبة اللي تحمل عنوان تاون فول. راح تكون بشخصية جديدة كليا باسم سايمون، واللعبة راح تكون من منظور الشخص الأول، يعني رعب وتوتر أكثر. واللعبة راح تنزل هاي السنة. والمفاجأة، معارك ضخمة وأعداد جنود كبيرة، جودة أعلى بالرسوميات. اللعبة اسمها بروجكت ويندوز، لعبة أكشن ومغامرات، راح تكون من بطولة محارب اسمه ريكون. اللعبة ما زالت تحت التطوير وما تم الإعلان عنها. لعبة تجسس والمغامرات 007 المشهورة، اللي يحبون ألعاب الجاسوسية، فهاي اللعبة راح تكون رهيبة تنسيكم يومكم. أكشن وحماس وتجربة سينمائية، موعدنا وياها يوم 27/5 بهاي السنة. ومن جيمس بوند الجون ويك، لعبة قادمة مرتبطة بقصص الأفلام، لعبة أكشن وقتال. موعد اللعبة ما أعلنوا عنه، لكن متوقع أن تكون بسنة 27 أو يمكن حتى 28. وبالختام، أي لعبة من هاي الألعاب متحمسين حتى تلعبوها؟ كتبونا بالكومنت، ولا تنسونا اللايك والاشتراك حتى يوصلكم كل ما هو جديد.